السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. يلا بينا بقى نشوف هنعمل كده الصينية الجميلة دي ازاي. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح على المكونات. معانا هنا كده سمكتين ماكريل او بلاميطة او روسي زي ما انتوا بتسموه، يعني على حسب ما انتوا بتسموه، مغسولين كده ومتنضفين حلو. قسمة ظهرهم كده يعني شقة كده، فتحة كده حتة من الظهر كده. تمام. معانا هنا بقى بصل ناعم، طماطم وفلفل. معانا هنا بقى بصل جوليان، طماطم وفلفل وكزبرة. معانا هنا بقى صينية كده هننزل عليها بقى بالخضار دوت. ننزل كده بالخضار، بصل، طماطم والفلفل. ونتبل بقى الكلام ده كده مع بعض. هنا هنحط ملح، نرش كده رشة ملح. عايزاكم تصلوا على النبي كتير وتنزلوا تحطوا لايكات. معانا هنا معلقة كزبرة، نص معلقة فلفل اسود، ما تكتريش يعني فلفل اسود، معلقة كمون كبيرة. هنقلب بقى كل الخضار ده مع بعضه. نعصر هنا ليمونة، نقلبه كده لحد ما ياخد من التوابل ويشرب كله ببعضه كده. معانا هنا بقى كزبرة خضراء ونقطعها عليه. عايزاكم تصلوا على النبي كتير وتنزلوا تحطوا لايكات، وعايزه اشوف تفاعل القناه، وعايزه اشوف اشتراكاتكم كده، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده هنحط الخضره كده، بعد كده هنرش عليها بقى شويه زيت. نركن بقى الصينيه الجميله كده على جنب ونشوف هنعمل ايه تاني. معانا هنا بقى بوله كده، ناخد بقى البصل الصغير اللي احنا عاملينه صغير ده، ننزل بيه كده. بعد كده برضك نبهره زيتين ورشه ملح، كزبره، شويه يعني ربع معلقه فلفل اسود، معلقه كمون كبيره عشان انتوا عارفين ان السمك بيحب الكمون. ناخد هنا بقى معلقه هريسه شطه من هريسه الشطه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. نقلب كل الكلام ده في بعضه كده. لازم تفركي البصله كده الاول بالتوابل، لان البصله بتستحمل عن الطماطم والحاجات دي. بعد كده هنعصر عليها ليمون. هننزل هنا بقى ببقيه الطماطم والفلفل كده. هنقلب كل الحاجات دي في بعضها. نحط هنا معلقتين زيت. نعصر هنا ليمونه. نجيب بقى الخضار الجميل اللي احنا كنا عاملينه في الصينيه مع بعض ومتبلينه. نجيب بقى السمك بتاعنا، نفتح كده السمكه، ناخد الخليط اللي احنا كنا عاملينه الناعم دوت، هنحشي بالسمكه من جوه، نقفلها كده، والفتحات اللي احنا عاملينها فيه في الظهر كده نحشيها. بصي بتخلي السمك في حته تانية خالص وتحفه بالطعم اللحم نفسه. نحشيها كده.
ناخد السمكة التانية، نحشي بردك الظهر بتاعها كده بردك. بعد كده هنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 200. تمام. من تحت ومن فوق عادي. تقوم رايحة وغطاها بقى، هنغطاها بقى بورق فويل، وبعد ما تستوي هنفتح بقى ايه عليها ورق الفويل ده عشان تاخد ايه، تحمر من فوق. نحط على وشها كده زيت. بصوا عايزاكم تجربوا الصينية دي، ولا تقولي بقى مقلي ولا مشوي ولا في دمع ولا في اي حاجة، تحفة تحفة تحفة. نغطي كده بورق الفويل ونحطها بقى في الفرن ونشوفها بعد ما تطلع من الفرن. وعايزة بقى اشوف لايكاتكم اهي. ما شاء الله ما شاء الله على الجمال، ما شاء الله يعني جميلة اهي بعد ما طلعت، والصوص بتاعها تحفة اهو ما شاء الله. وده كان غدانا النهاردة، وعايزة اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكنتم مع ام ياسمين.